كلنا اتكوينا بنار الفوضى، كلنا اتكوينا بنار الفوضى وحياتنا وقفت وعملنا توقفت. بعد الاستقرار يا دكتور مطلوب يعني ايه العوده بقى الى يعني اعاده فرز هذه القوانين وازاحه الغير دستوري منها وضبط حياه السوق بقى وضبط الاقتصاد بحيث ان يبقى في توازن ما بين المواطن البسيط جدا والمواطن اللي ممكن يكون قادر على ان هو يتعايش مع هذه الاسعار. ممتاز. لان الاقتصاد النهارده اللي مش قادر على التعايش ليه كذا حاجه، شريحه الكهرباء بتاعته فالنهارده ناس مطالبه بانها والتموين والرغيف ابو الشلل اللي ملوش في الهند، ناس مطالبه النهارده معلش اسف تتعايش مع اسعار لا يمكن بحال الاحوال ابدا. اعتقد ان يمكن نص الشعب او الغالبيه منه مش كله على مستوى عالي شويه، لا في كتير جدا 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 من الشعب غير قادر على التعايش مع هذه الاسعار. في الاسعار بقى في ايه؟ في كافه المجالات. انت اضرب ببقيه الدول يا محمد بيه، اضرب ببقيه الدول. لا قارن ببقيه الدول الثانيه. عايزني اجاوبك على هذا الكلام. انا مؤيدك في كل ما تقول، لكن انظر ماذا تفعل الدوله الان. في المجال السياسي الدوله اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح الحوار السياسي، الحوار الوطني من خلال الاكاديميه الوطنيه للتدريب، ودي هيئه تتبع رئاسه الجمهوريه، وقال هذه التوصيات ترفع لي انا شخصيا، اللي هتوصلوا له وتتوافقوا عليه يرفع اليك. الحاله الاقتصاديه تم عمل مؤتمر اقتصادي، من وراء هذا المؤتمر بتتقدم اقتراحات وحلول وبرامج وخطط لاصلاح الاقتصاد المصري. من توجه الدوله اقتصاديا قدمت ورقه وثيقه سياسه ملكيه الدوله توضح فيها ايه المشروعات اللي هتدخل فيها الدوله، وايه المشروعات اللي مش هتدخل فيها الدوله، وايه المشروعات اللي هتبقى الدوله فيها شريكه بنسبه قليله، وايه المشروعات اللي هتبقى الدوله فيها شريكه بنسبه كبيره. اذا هناك خطوات بتتخذ. الحوار الوطني يا دكتور برضه سابقاه شروط، المفروض تلغى شروط هذا الحوار. لا في شروط علشان انا النهارده اشتغل في الحوار الوطني. انا يعني النهارده علشان انا اتواجد في هذا الحوار وعلشان يكون الحوار ده نخرج منه بنتيجه ما تكونش له يعني شروط مسبقه. مفيش شروط يا فندم، مفيش حوار يسبقه شروط. لا توجد شروط مسبقه للحوار الوطني. بالنسبه يعني في ناس لا توجد، في ناس المفروض يكونوا في الحوار، وفي ناس ممنوع عليها تكون في الحوار. لا يا فندم ما حصلش الكلام ده. الكل يشترك في الحوار الوطني. لا الكلام ده ما حدش قاله. الحوار الوطني طالما اطلق عليه كلمه حوار للجميع، يعني للجميع يا فندم، هو حوار غير مشروط للجميع. انت عندك رؤيه قدمها يا فندم وتناقش، ما عندكش رؤيه اسمع بقى. قدمها من خلال قدمها من خلال حزب سياسي، قدمها على البريد الالكتروني للاكاديميه الوطنيه، موقع حلو كده، ابعت لهم، هم ليهم كده منصه ابعت عليها، او من خلال حزب سياسي يا سيدي. المشكله لكن لم يحرم احد من الحوار الوطني. لم يحرم احد من الحوار الوطني. هو الحوار الوطني لم يبدأ بعد، بالمناسبة لم يبدأ بعد، بس الغرض من وراء هذا الحوار الوطني انه ينقل تماما نبض المواطن في الشارع بيقول ايه في كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. هو ده يا فندم، هو ده ما يدور الآن. طب احنا مشكلتنا ان احنا ما عندناش شوية صبر بقى. احنا تعودنا عايزين كل حاجة نعملها بسرعة. ما ينفعش، ما فيش دولة بتتبني بسرعة. الصين عشان تتبني وتوصل يا استاذ السرعه اللي عليها السيسي هي اللي مطمعانا في كده. لا يا فندم بص اقول لحضرتك، السرعه اللي بينفذ فيها العملاقه اي تحول رهوان، فاحنا عايزين نتائج رهوان. ما ينفعش الكلام ده، نتائج رهوان. ايوه احنا عايزين هو اللي طمعنا في كده. بص بقى انا عايز اقول لحضرتك ايه، يعني لما نيجي نقول دوله زي الصين مثلا احتاجت لإعادة البناء والتنمية في الصين كام سنة؟ 30 سنة يا فندم. دهنا بسم الله ما شاء الله عمل، يعني أنا عمل نهضة النهضة اللي قالوا عليها الإخوان هو اللي عملها في كام؟ 6 سنين؟ مين ده اللي عمل نهضة؟ السيسي. لا الرئيس السيسي مشكلته إيه؟
انه عمل مشروعات عملاقه، والمشروعات دي كان هو لا يعتقد هتقابله ازمه كورونا وازمه عالميه في حرب اوكرانيا وازمه اقتصاديه في العالم، العالم كله قريه واحده وبيتاثر ببعضه عشان نبقى واقعيين. زائد انا هقول لك مثال بسيط جدا. هو حقا فعلا احنا كمواطنين الجمهوريه الجديده باللي عمله ده. والله. طب انا هقول لحضرتك حاجه، دوله جديده فعلا. طب انا هقول لك الدول والمواطن في الدوله بيعمل ايه. احنا قاعدين، اللي قاعد على القهوه بيتريق، واللي قاعد قدام التلفزيون بيتريق، واللي قاعد ما اعرفش ايه بيتريق، وايه اللي بيتعمل دوت ومش عارف ايه. لا اللي بيخرج يا خليني دكتور بس بيمشي في اللي بيخرج ويمشي في البلد، خليني اقول لك، ويروح محافظات ومن شمال لجنوب ويتحرك. لا لازم يقول الصراحه ويقول اللي شافه. طب لا انا هقول حاجه بس، هقول لما انا قاعد في البيت لا يا فندم انا هقول لحضرتك والله العظيم اللي عمل ماذا قدم هذا المواطن؟ ده حاجه. الاسعار ارتفعت عليه. ها طب انا هقول لك حاجه، كوريا الجنوبيه دلوقتي دوله غنيه، اقتصاد قوي من اقوى الاقتصادات في العالم، مش كويس؟ الناس دول لما جم يعملوا تنميه، الراجل رئيس الوزراء قال لهم احنا عشان نعمل تنميه محتاجين فلوس، محتاجين ناخد قرض من صندوق النقد ولا نعتمد على نفسنا. قالوا له نعتمد على نفسنا. قال لهم طب هتجيبوا فلوس منين وما ناخدش قرض؟ الشعب الكوري في خلال 3 سنوات اتبرعوا ب 270 طن ذهب. دي حقيقه فعلا. الناس راحت اتبرعت بالذهب اللي عندها لبناء بلدها. دي حقيقه. النهارده بيقولوا لما الست راحت اتبرعت بالحلق للسيسي عملوها نكته. لكن انا عايز اقول معلش، بس هي كانت نكته، لكن ما اقصدش، لكن ما فعلته هذه المرأة 270 طن ذهب الشعب الكوري اتبرع بيهم عشان بناء بلده. النهارده انت مش مستحمل يغلوا الحلقه ده تسبب علبة السجاير. الحلقه بالكردانه. انا عايز اقول ايه؟ النهارده المواطن المصري يا سيدي السلعه غليت، طب ما تغلى، نستحمل 10 سنين عشان ولادنا. هو احنا الفلوس دلوقتي دي شفناها بيتعمل بيها ايه؟ بيتعمل بيها مشروعات. الله سبحان الله. هو مشروع تبطين الترع ده 15000 كيلو، ده حاجه، لا 15000 هو ده حاجه قليله؟ ده في القرى والنجوم. ده مش قصه ان انا ببطن الترع للحفاظ على الميه ولا على الرش، على نظافه الميه، الحفاظ على البيئه، حمايه المواطنين من الامراض. ده ليها توابع، استخدامها كمزارع سمكيه. ناسيين الاداره المحليه برضه يا دكتور، لان الفساد فيها ما فيش يا فندم مجالس محليه حتى. لا بقول لك الاداره المحليه. لما اجي ابص الاقي النهارده، معلش اسف يعني، المحليات ومناطق الاسكان في الوحدات المحليه ومجالس قروي ومجالس مدن، يعني اعتقد بيتهيألي برضه لو انضبطت المواضيع عندهم شويه واتمسكت والرقابه اشتدت عليهم، هيبقى في دخل للدوله وايراد للدوله بدل ما يدخل جيوبهم. هي المصيبه فعلا في المحليات. ثانيه واحده، قانون المرور برضه كذلك الامر، لو تم ضبط ورقابه رجل المرور، ايراد للدوله هيدخل 100 بالقانون اللي هي شرعته، ما يبقاش في جيب رجل المرور. انا هجيب، لان القانون ده اتعمل علشان ينفخ واحد سيادة المستشار والدوله تكش. سيادة المستشار اديني فرصه اجاوبك. انت اتكلمت في الاول عن الاداره المحليه ثم انتقلت الى المرور. لا بقول لك بعض الحاجات، بس خليني ارد بس. القوانين دي ممكن ايراداتها بتعمل ايرادات كبيره، خليني ممكن تروح الدوله، انما ده بتروح في الجيوب. يا فندم اديني فرصه ارد عليك. هو الاداره المحليه مين اللي بيراقبها؟ مجلس الشعب. مفيش مجلس لا الشعب. يا فندم، مجلس مش شعب مجلس محليه الشعب يا فندم اللي بيتابع. كان في كل مجلس قروي يا له مجلس فندم شعب صبرا يا فندم بيراقبوا. حاضر، ده انت هو بتقول مش موجود دلوقتي فمفيش انا عندي اداره محليه يراقب هذه الاداره المحليه المجالس المحليه بالظبط كده. انا لغايه النهارده لم تعقد انتخابات للمحليات، هي ده اللي بقول عليه، لان المحليات دي بتأدي عده وظائف. رقابه دايما اهم لا مش رقابه بس، لا يا فندم. الفساد كله عضو المجلس المحلي وظيفته الآتي: أولا اعتماد الموازنة، 2 اعتماد الخطة اللي هتتنفذ، 3 متابعة تنفيذ الخطة، 4 مساءلة رئيس الحي أو المحافظ،
5 صاحب الثقة إذا كان مقصر. إذا هنا هذا الدور كله غير موجود الآن. أصبحت الإدارات المحلية هي التي تخطط، وهي التي تنفذ، وهي التي تدير، وهي التي وهي التي تراقب نفسها. بالظبط. فإذا ظهر الفساد فلا مانع، لأن هناك خلل في المنظومة هيتصلح. طب ليه مفيش انتخابات مجالس هتحصل يا فندم، هتحصل. ليه بقى لنا كام سنة مفيش يا فندم؟ حاضر صبرا. ننتقل لموضوع المرور. ما يتم كان المجلس الشعبي ده بيطلع لي مجلس صبرا عشان الوقت، عشان الوقت. نيجي في قصة المرور. مش المرور بس بقى، وفي مؤسسات عديدة داخل الدولة وهيئات عديدة. ما يتم الآن من التحول الرقمي الغرض منه تحجيم الفساد. ايوه صح. لأن لا مؤاخذة بعد كده في المرور وانت من على الجهاز المحمول بتاعك ده هتشتري عربية وتبيع عربية بالظبط، وترخص العربية وتدفع المخالفات وتدفع ثمن العربية من غير بقى دفع اكراميات ولا حاجة. انا بقول بقى مش هتروح بس ترخص العربية، ده انت هتبيع. وده في السعودية موجود بالمناسبة، حاليا موجود في السعودية. موجود في السعودية. وانت قاعد تبيع العربية وتشتري العربية وتعمل العقد وتنقل ملكية وكل حاجة. الملكية في القصة كلها بتتجاوز تلت ساعة. الدولة الرقمية وانت ومصر ماشية في الاتجاه ده وقريب قوي. وهذا الكلام على بحلول 2025. ليه بقى؟ طب هتقول لي ليه؟ يعني لو تليفون سعادتك وقع في ايدي مش هتقدر تعمل يا فندم. لا في بيانات شخصية، في حاجات كتيرة، في بيانات شخصية محكومة مش بالطريقة دي. في على بحلول 2025 هيكون تم تقريبا انجاز ما يسمى